السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسة عاجلة بين الخطيب وريبيرو في الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة. وموعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة. وأول ضحايا ريبيرو داخل الأهلي بعد السقوط أمام مودرن سبورت. وقبل فوات الأوان خالد بيومي يحذر الأهلي بسبب ريبيرو. وقرعة دوري أبطال أفريقيا تحسم منافس الأهلي في دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تنسوش تعملوا لايك لهذا الفيديو ونبدأ على بركة الله مع أول خبر. جلسة عاجلة بين الخطيب وريبيرو في الأهلي ومصدر يكشف حقيقة هذا الخبر. قالت تقارير عقب تعادل الأهلي مع مودرن سبورت إلى وجود تحرك من كابتن الخطيب بعد جلسة حساب مع خوسيه ريبيرو المدير الفني لمعرفة أسباب التعثر المفاجئ. وفي هذا الصدد قال مصدر من داخل الأهلي إن كل ما يتردد بشأن عقد جلسة بين الخطيب وريبيرو لا أساس له من الصحة، وإدارة الأهلي ستمنح الفرصة كاملة للمدرب الإسباني وستهيئ له الظروف المثالية للعمل. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة لهذه المباراة. يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو في 9 مساء الجمعة القادم باستاد القاهرة في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وينتظر الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري مواجهات قوية، حيث سيلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة باستاد القاهرة، بينما يلتقي مع الزمالك في الجولة التاسعة. أول ضحايا ريبيرو داخل الأهلي بعد السقوط أمام مودرن سبورت. أول ضحايا ريبيرو داخل الأهلي بعد السقوط أمام مودرن سبورت. شهدت مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة لحظة توتر داخل المستطيل الأخضر بين المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو وصانع ألعاب الفريق محمد مجدي أفشة. في الدقيقة 42 من الشوط الأول انفعل ريبيرو على أفشة بعد تمريرة خاطئة أخرجت الكرة إلى خارج الملعب، وجاء الخطأ حين استلم أفشة كرة من محمود حسن تريزيجيه لكنه أعادها بشكل غير دقيق، ما دفع المدرب الإسباني للتعبير عن غضبه بشكل واضح على خط التماس في إشارة منه لعدم الرضا عن الأداء والتركيز. قبل فوات الأوان خالد بيومي يحذر الأهلي بسبب ريبيرو. قال خالد بيومي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مجدي عبد العاطي المدير الفني لمودرن سبورت قدم مباراة ممتازة، استغل أخطاء ريبيرو مدرب الأهلي، لعب على الهجمات المرتدة وأغلق المساحات. ريبيرو ساعد مودرن سبورت بتغيير مركز زيزو ووجود أفشة وفي التغييرات التي أجراها. ريبيرو بدأ المباراة بتشكيل خاطئ، أداء فردي ومفيش شكل جماعي وبطء كبير من اللاعبين، أسلوب غير معتاد عليه من لاعبي الأهلي بدليل عدم وجود فرص حقيقية. المباراة أثبتت أن هناك أخطاء فردية لدى اللاعبين يجب أن يحلها ريبيرو قبل فوات الأوان. ريبيرو لا يصلح. رضا عبد العال الأهلي عايز مدرب زي تاكيس جونياس. رضا عبد العال تحدث عبر فيديو منصة يوتيوب: اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي حاليا عايزة مدرب عبقري زي تاكيس جونياس. تاكيس جونياس لو بيدرب الأهلي هيعرف يوظف اللاعبين بشكل جيد، هيلعب اللعيبة أو هيلعب اللعيبة كلها. ريبيرو لا يصلح لتدريب الأهلي، هو مدرب نمطي. فين ديانج قد أحمد رضا، والمدرب ظلم أفشة لأنه بيلعبوا جنب أحمد رضا وقدامه محمد علي بن رمضان، وده أدى إلى تعادل الأهلي 2-2 مع مودرن سبورت. كرة دوري أبطال أفريقيا تحسم منافس الأهلي في دور ال 32. أقيمت أمس السبت كرة دوري أبطال أفريقيا استعدادا للنسخة الجديدة 2025-2026. وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عدم مشاركة النادي الأهلي في دور ال 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسوف يشارك في دور ال 32. وأسفرت أيضا نفس القرعة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على مواجهة إيجل نوار البوروندي ضد أساس الجيبوتي في دور ال 64، والفائز منهم الاثنين هيواجه الأهلي في دور ال 32 من البطولة. في الختام ما تنسوش تعملوا لايك لهذا الفيديو، أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.